السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم سير أحمد حسن من ايزي انجليزي اكاديمي. وزي ما احنا اتفقنا السلسلة بتاعتنا ايزي انجليزي جرامر هدفها ان هي تساعدك انك انت توصل لمستوى احترافي في اللغة الانجليزية، سواء في الجزء بتاع الرايتنج سواء في الجزء بتاع السبيكينج، لان دول المهارات اللي بتظهر بالنسبة لنا اذا كان الشخص ده عنده علم او دراية بالقواعد بتاعت اللغة الانجليزية ولا لا. النهارده معادنا مع اهم درس في الجزء بتاع الازمنه او التنسز في الانجليش. لو انا فهمت الدرس بتاع النهارده بشكل كويس ان شاء الله اي درس تاني في الجزء بتاع التنسز مش هيبقى بالنسبه لي مشكله خالص. الدرس بتاع النهارده حتى مثلا لو احنا بنشوف البي دي اف الموجوده في كل درس موجوده معانا، هنلاحظ ان النهارده مفيش بي دي اف هتبقى موجوده لان الشرح هيبقى موجود على الفيديو بس النهارده. تمام؟ طيب يلا بينا نبتدي الرحله بتاعتنا في الجزء بتاع التنسز بتاع الانجليش. يلا بينا. طيب اول حاجه عايز اعرفها يعني ايه تنس، وكم تنس عندي موجود في الانجليش، وازاي ادرس التنسز بشكل صحيح، وهل انا بدرس التنسز في المدارس بشكل صحيح ولا بيبقى عندي مشكله فيها، وايه انسب طريقه تخليني ادرس التنسز بشكل كويس. كل الحاجات دي او كل الاسئله دي هنعرفها مع بعض دلوقتي. اول حاجه لازم اعرف ان في حاجه عندي في الانجليش اسمها ايه. في عندي حاجه في الانجليش اسمها تايم لاين. التايم لاين بتاع التنسز، the timeline of tenses، بيبقى فيه ثلاث أزمنة رئيسية. أول واحد اللي هو past أو past اللي هو حاجة حصلت قبل كده. number 2 اسمه present، حاجة بتحصل حاليا. number 3 future، حاجة لسه هتحصل مستقبلا. يبقى في عندي 3 tenses، 3 أزمنة موجودة بشكل أساسي في اللغة الإنجليزية: past present future. past present future. طيب في بعض الكتب أو في بعض يعني آراء الخبراء في اللغة الإنجليزية بيقولوا إن أنا عندي 2 tenses بس، الباست والبريزنت، والفيوتشر ما هو إلا جزء من البريزنت بس لسه يحصل بعد شوية. خلينا ماشيين على الستاندرد اللي هو ماشي عليه كل الكتب والمراجع وهكذا، اللي هو بيقول ان عندي 3 tenses في الانجليش، بس كان لازم نعرف برضه ان في رأي تاني بيقول ان هم 2 tenses. طيب زي ما قلنا 3 tenses لما بيتكلموا عن او بيدونا وصف للحدث اللي انا بتكلم عنه او الاكشن ده حصل فين بالظبط او حصل في توقيت انه بالظبط. يعني مثلا هل حصل امبارح ولا النهارده ولا هيحصل بكره. تمام؟ ده بالظبط اللي التنس بيوريهوني من خلال الادوات بتاعته. طيب اتفقنا ان احنا عندنا 3 tenses: past present future. يبقى عندي التنسز كام؟ 3. طيب في عندي بقى بالنسبة للتنسز حاجة تانية اسمها aspects. الاسبكتس دول 4. الاسبكتس 4. يعني ايه aspect؟ يعني type. يعني ايه type؟ type يعني نوع. يبقى عندي كم aspect او كم type بالنسبة للانجليش tenses؟ عندي 4. بالنسبة لكل tense من دول عندي 4، وال4 دول ثابتين. اول واحد عندي اللي هو simple. تاني واحد عندي اسمه progressive أو continuous. number 3 عندي perfect simple. number 4 عندي perfect progressive أو perfect continuous.
تاني بالنسبة لكل تنس من دول أنا عندي 4 aspects. يعني الباست والبريزنت والفيوتشر مشتركين مع بعض في الجزء بتاع الاسبكتس. بيطلع من كل واحد منهم 4 أنواع: simple و progressive أو continuous و perfect simple و perfect continuous أو perfect progressive. طيب جميل جدا. لو أنا عملت هنا عملية حسابية بسيطة وقلت إن أنا عندي 3 tenses وعندي 4 aspects، يبقى إجمالي التنسز كام في الإنجليش؟ بالظبط كده هيطلعوا 12 tenses. لو إحنا بنتكلم بالتفصيل يعني. طيب أنا عايز حضراتكم بداية من النهاردة بلاش نترجم المصطلحات بتاعت الجرامر خاصة بالأزمنة للعربي، علشان إحنا لما بنمتحن جرامر في المدرسة ما بنمتحنش بالعربي. يعني ما بيجيش يقول لي اعمل الجملة دي في المضارع البسيط أو في الماضي التام أو في المستقبل التام المستمر. الموضوع ده مش موجود. أنا بمتحن بالإنجليش، فلازم أدرس بالإنجليش علشان مخي يستوعب أنا بتعامل مع إيه. الموضوع بسيط جدا وسهل جدا، وإن شاء الله مع بعض النهاردة هنبسطه أكتر وأكتر. أهم حاجة امشي معايا واحدة واحدة، تمام؟ مج النسكافيه بتاعك معاك والورق معاك، ويلا بينا نخش في تفاصيل أكتر عن الموضوع. طيب حضرتك قلت لي ان احنا عندنا 12 tenses، يعني كل tense من دول بياخد 4 aspects. تعال نعملهم مع بعض ونشوف. اول حاجه انت قلت لي ان في حاجه اسمها past وفي حاجه اسمها present وفي حاجه اسمها future، صح؟ طيب حضرتك عايز توصل لي ايه؟ عايز اوصل لك ان كل واحد من دول ليه 4 انواع او 4 فروع. بالنسبه للباست هيبقى ليه past simple، وهيبقى ليه past progressive. انا بحب استخدم progressive اكتر من continuous. وهيبقى ليه past perfect simple، وهيبقى ليه كمان past perfect progressive. جميل. هل ده ينطبق برضه على ال present؟ يلا بينا، مين يقدر يقول لي؟ يبقى عندي في ال present simple، present progressive أو continuous، الاتنين بنفس المعنى. عندي present perfect simple، عندي present perfect progressive. بالنسبة للفيوتشر نفس القصة بالظبط. يلا بينا. future simple، future progressive، future perfect simple، واخر نوع اللي هو future perfect progressive. يبقى حضرتك عايز تقول لي ان انا هنا عندي 4 وهنا عندي 4 وهنا عندي 4، يبقى كده مجموعهم 12 بالظبط كده. دول كده 12 tenses of English، بكل بساطة كل سهولة، وعملناهم مع بعض. تاني الباست 4 انواع، simple progressive perfect simple perfect progressive. تفاصيلهم انا اعرفها ما تقلقش، تمام؟ بالنسبة للpresent عندي 4 انواع، present simple present progressive، عايز لسانك يتعود عليهم. present perfect simple present perfect progressive. برافو. الفيوتشر بسرعة، future simple future progressive future perfect simple future perfect progressive. صعبة؟ لا. كده عندي كام تنس؟ 12. الأساسيين كام؟ 3. الاسبكتس بتاعتهم كام؟ 4. تمام؟ طيب
حضرتك قبل كده قلت لي ان في عندي حاجه اسمها basic verbs اللي هي verb to be و verb to have و verb to do، صح؟ هيفيدوني في حاجه في اللي انا بتعامل معاه ده؟ طب ازاي؟ طيب تعالى في الاول كده نفتكر مع بعض هما كانوا بيتكلموا عن ايه اصلا. طيب تعالى نعملهم هنا مع بعض كده بسرعه. انت قلت لي verb to be انا بعتمد على am و is و are. جميل. verb to have انا بتعامل مع have و has. جميل. verb to do انا بتعامل مع do و does. في حاجه تانية بقى حضرتك حابب تضيفها لي؟ لازم تعرف الفورمز المختلفه بتاعتهم، الاشكال المختلفه بتاعتهم. حضرتك تقصد ايه؟ اقصد التالي، خاصه verb to be لانه مبني عليه معظم الشغل. verb to be ده شكله في البريزنت am و is و are. طب في الباست was و were. بس كده؟ لا، verb to be ليه اشكال كتير. ممكن كمان been. ايه been دي؟ هقول لك. وممكن كمان being. الله، ايه دول؟ وممكن كمان be. انا كده دماغي لفت. انت عايز توصلني لايه؟ بص معايا. البيس فورم ايه هي؟ بي. يعني ايه بيس فورم؟ بناخدها في الكتب بمعنى انفينيتيف. فرقت قوي يعني؟ لا، ما هي البيس فورم هي الايه؟ الانفينيتيف، وانا لازم ابقى عارف الاثنين. طيب الفيرب نفسه بقى بيبقى ليه 3 اقسام او 3 تصريفات، تمام؟ 1 و2 و3. البيس فورم زي ما قلنا اللي هي verb to be. طيب اهو، تمام؟ طيب في البريزنت بيبقى ليه 3 تصريفات. تمام؟ ايه هما ال3 تصريفات بتوع في البريزنت؟ am و is و are. طب بالنسبة ده في البريزنت، التصريف التاني بتاعه لما احطه في الباست يعني هيبقى عامل ازاي؟ am و is هيبقى اسمهم was و are هيبقى اسمها were. طب بالنسبة لنمبر 3 هي عبارة عن ايه؟ حاجة اسمها past participle. past participle اللي بتيجي في كتب الجرامر عندك باسم PP3. past participle وبيحط لها 3 عشان يقول لك ان ده ايه؟ تصريف مختلف. طيب ايه الباست participle بتاع كلمة be؟ اسمه been. طيب جميل. بالنسبة لbeing بقى انا ما اعرفش انت بتتكلم عن ايه في being دي عبارة عن الجيرند يعني الفيرب بلس ing. الفيرب اسمه ايه؟ be. حط له ing بقى اسمه being. طيب جميل، انا عرفت دول احتاجهم في ايه. طيب جاهز؟ ناخد واحد كمان verb to have. have يبقى ليه شكلين have و has. في الباست اسمه had وفي الباست participle اسمه had برضه. جميل. عايز توصلني لايه؟ خليك معايا. لما اجي اعمل الجيرند بجيب المين فيرب اللي هو have واحط له ing. هكتشف ايه؟ ان انا ما ينفعش احط الاي والاي ورا بعض كده بالشكل ده، فبالتالي بضطر ان انا اكنسل هنا الاي ويبقى الجيرند بالشكل ده
having. ويبقى الجيرند بالشكل ده اسمه ايه؟ having. يبقى اسمه ايه؟ having. جميل جدا. طيب برضه انا مش فاهم حضرتك عايز تعمل ايه. تعالى كده مع بعض واحده واحده ونبتدي نشوف verb مثلا ونطبق عليه اللي احنا بنتكلم عنه. حضرتك ليه اخترت الفيرب play عشان تشرح لي عليه؟ عشان هو بيساعدني دايما ان انا اشرح القاعده من غير ما يكون في تعديلات كتير. يكون من غير في تعديلات كتير وده بيسهل عليك انك انت تفهم الموضوع واحده واحده. طيب كده حضرتك هتشرح لي ايه؟ هشرح لك اول جزء الخاص بالpresent. طيب عايز تقول لي ايه برضو؟ لما بقول I play football دي كده صيغه للايه؟ للpresent simple. كلمة simple معناها إن الحاجة بسيطة أو واضحة وما فيهاش أي تعقيدات خالص. طيب في ال present simple أنا دايما بحط الفيرب يا إما في الانفينيتيف زي play يا إما بحط له تعديلات بسيطة زي مثلا ممكن أضيف للفيرب في حالة السنجلر S-E-S-I-E-S وده بيسموه present simple. بالنسبة للجزء الثاني I am playing football لاحظ هنا ان انت عندك اكتر من جزء. عندك am ده كده helping verb اللي هو verb to be عشان كده انا اديتك verb to be verb to have. عندك play ادي كده الجزء الثاني. عندك ال ing تمام. لما بيكون عندي am or is or are وعندي الverb وعندي ing بالشكل ده كده عندي am or is or are plus الverb plus ing 1 2 3. لما يكون عندي الثلاث اجزاء دول بنسمي ده الجزء ده ايه؟ present برضو بس present progressive. هو ال present continuous ما تقلقش تمام؟ present progressive او present continuous الاثنين واحد. طيب I have played football. I have played. أنا هنا عندي بس صيغة مختلفة. عندي have or has plus ال past participle اللي هو اتكلمنا عليه التصريف الثالث للverb. طيب I have played football. أيوه أعمل إيه؟ ده بنصنفه إن اسمه present perfect simple. present perfect simple. جميل. I have been playing football. بص الصيغة دي بقى أنا كان هنا عندي جزئين. هنا عندي 1 2 3 4. أطول صيغة موجودة في الجزء بتاع ال present اللي هي ال present perfect بس هنا عندي ing. أي حاجة فيها ing يبقى دي اسمها إيه؟ progressive. يبقى present perfect. جت منين كلمة perfect؟ أنا عندي الverb اللي هو بتاع have وعندي been أو been بتاعت ال past participle بتاع be يبقى present perfect في ing يبقى إيه؟ progressive. يبقى present perfect progressive. جميل. حضرتك كده وضحت لي إن أنا عندي 4 tenses في ال present simple progressive perfect simple perfect progressive. في مشكلة في الموضوع؟ لا الموضوع سهل. امال ليه التعقيد اللي بيتعقد لنا ده؟ مفيش مشكله احنا مع بعض بنبسط الموضوع وبنمشي خطوه خطوه. هل اللي حضرتك قلته ده ممكن اقدر امشيه على الجزء بتاع الباست والجزء بتاع الفيوتشر؟ تعال نعمله مع بعض. هنستخدم بس الفيرب نفسه. عندي مثلا هنا played عندي past simple وعندي was or were playing. عندي had played. عندي had been playing. جميل. هنا عندي will play
will be playing. هنا عندي will have played, will have been playing. طيب حضرتك هتشرحها لي ازاي او تقول تعرفني ازاي؟ احنا قلنا عندي كام نوع؟ 4 اللي هم الاسبكتس. هنا بتكلم عن الباست، ده كده played حطيت له verb ed فده بقى اسمه ايه؟ past simple. was or were playing هنا عندي verb to be ادي كده 1، وعندي الverb play، وعندي ال ing معناها اولا انا ضمنت ان ده اسمه ايه؟ progressive. طيب لما بيقول was or were playing يبقى ده اسمه ايه؟ past progressive. ده اسمه past progressive. ركز جدا، لو فهمت الدرس ده وارتحت للدرس ده والدنيا بقت بسيطة معاك وقدرت تعمل لنفسك مايند ماب او خرائط ذهنية او توضح الافكار لنفسك بشكل بسيط، هترتاح جدا في الدرس ده. past progressive او past continuous. اللي بعده هنا عندي had وعندي played، يعني had اللي verb to have plus ال PP3 او ال PP ال past participle، يبقى ده اسمه past perfect simple. Number 4 had been ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4، يبقى ده اسمه ايه؟ past perfect progressive. طيب الجزء اللي بعد كده عندي will play، عندي will be playing، will have played، will have been playing. اطول صيغه موجوده عندنا في التنسز كلها اخر واحده. طيب will play انا بتكلم هنا عن will plus infinitive او البيس فورم. برافو عليكم. ده بيسموه ايه؟ future. ابسط صيغه اللي هي simple. will be playing عندي will be اللي هي الانفينيتيف play، وعندي ال ing ادي كده 4 parts. ده بيسموه future progressive. Number 3 will have played ادي 1 2 3. عندي will future وعندي have perfect وعندي played الجزء الثالث اللي هو past participle. يبقى عندي هنا future عشان عندي will و perfect عشان عندي have. في ing لا، يبقى ايه؟ simple. برافو عليك. will future have been والverb ing يبقى كده progressive ادي كده 2 3 4 5. اطول صيغه موجوده. طيب ده بيتكلم عن ايه؟ عن future perfect progressive. future perfect progressive. future perfect progressive. يبقى عندي بكل سهولة أو بكل بساطة لو قدرت إن أنا أذاكر الأجزاء دي وقدرت إن أنا أعمل نفسي نوتس وبشكل مبسط، هلاقي الدرس ده بقى سهل جدا، لأن ده مقدمة للدرس أو الدروس بتاعت التنسز بعد كده. عندي بالنسبة للتنسز بتاعت البريزنت فور present simple بحط للفيرب الانفينيتيف أو بحط له SES IES في السنجلر. تمام؟ طب بالنسبة للجزء الثاني am is are الفيرب ing كده اسمه ايه؟ present progressive. طيب لو حطيت have or has plus ال past participle بقى اسمه present perfect simple. have or has ومعاهم been والفيرب ing بقى اسمه ايه؟ present perfect progressive. هتلاحظ ان الحاجات بتتكرر. بالنسبة لل past simple انا حطيت للفيرب ed، ممكن احط كمان d او ied في الجزء بتاع الباست. تمام؟ طيب past simple ابسط صيغه للباست. past progressive was where الفيرب ing. had اللي هو الباست بتاع have had الباست participle بنسميه past perfect simple. had been verb ing بنسميه ايه؟ past perfect progressive. نخش على الفيوتشر. برضه عندي 4 aspects. عندي future simple will infinitive. future simple will infinitive.
عندي future progressive will be الverb ing will be الverb ing. عندي will have الpast participle will have الpast participle بسميه ايه؟ future perfect simple future perfect simple. عندي will have been الverb ing will have been الverb ing ساعتها بنسميه future perfect progressive. ده كان الدرس بتاعنا، وعايزكم انكم تاخدوا نوتس عن الموضوع وتتدربوا عليه بشكل كويس جدا، لان ده اساس الشغل بتاعنا للفتره اللي جايه. كان معاكم سيد احمد حسن من ايزي انجليزي اكاديمي. سلام.